بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما قلنا امبارح ان النهارده هيحدد لنا حاجات كتير. جه النهارده الرد اللي هو ايه؟ لا، انا منطقة شراء بس تظل دي مقاومة قوية بالنسبة لي، يبقى انا من هنا مش ههبط، بس صعب اعدي دي. طيب هنتنينا في الموال ده قد ايه؟ وارد نطول، وارد نفضل اسبوعين معرضين لحد ما الانتخابات تخلص، طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل من المنطقة الصفراء دي للخط الازرق. بعد الانتخابات نشوف. وارد بكره نكسرها، وارد نكسرها، بس نخترقها لفوق عشان المدقق اللغوي اللي بيخش يقول لي في التعليقات نخترقها لفوق. انما نكسر تحت وننزل تحت، مع ان على فكره بره ان اوقع لما يبقى في حاجه فوقك فانت عايز تكسرها عشان تطلع، اما لو في حاجه تحت فانت لو اخترقتها تنزل. يعني دي انا بقراها اوقع. يعني انا في العربي في تانية ثانوي كنت شاطر جدا في البلاغه، زي يوسف الحسيني كده لما قال لك انا كنت طالب شاطر جدا في الاقتصاد، انا كنت شاطر جدا في البلاغه. بس ما علينا يعني. ايا كان، المؤشر بيقول لنا انا مش هنزل عن دي، بس صعودي فوق صعب. لكن لو هنختار انهي الاحتمالين اقرب، النزول ولا الصعود، لا احتمال الصعود هو الاقرب. طب لو بكره السوق هابط واحد هيخش يقول لي انت ما بتفهمش حاجه، انت قلت احتمال الصعود اقرب. لا، ما بقولش كده. مش هننزل عن المنطقه الصفراء دي، انما هنتنينا عايمين في النص. المنطقه الصفراء دي مش هننزل عنها، والاحتمال الاقرب ان احنا نخترق دي لفوق. حلو. حلو، ناخد السبعيني بالمره. مكمل السبعيني واخد في وشه ورايح للهدف اللي احنا حاطينه من قبل كده. طبعا انتوا عارفين احنا حاطين الهدف ده على اساس ايه يعني. اقولها ولا ما اقولهاش؟ بلاش اقول، مش عايز اخبط في حد. ناخد الاسهم. ابو قير مثلا احترام المنطقه دي، بس دي شمعه ضعيفه والتداول النهارده عليه كان ضعيف. لا يعني ده لسه مش امان، ده يدل انه ممكن ينزل تاني. مصرف ابو ظبي شد في اخر الجلسه بتداول الى حد ما ضعيف. طب ده ممكن نعتبره بدايه للصعود؟ ممكن نعتبره بدايه للصعود. ليه؟ لان هو مره خد دعمه من هنا، عمل لو اعلى منهم. النهارده يعتبر مفيش لو والشمعه كلها صعبه، فيعتبر ممكن نكمل. اسكندريه حاويات، المنظر ده خطر. احنا كنا عايزين شمعه خضراء فوق الترند الاصفر بالمنظر ده، لا نستنى لبكره. امو الشمعه دي، طب اقول ولا ما اقولش؟ لا هنقولها طالما تحليل فني هقولها. الشمعة دي معناها ايه في امك؟ معناها في امك ان احنا بنخرج الجبنة اللي بيخافوا عشان نرجع احنا نكمل صعودنا. ده هيحصل في خلال كام جلسة؟ في خلال جلسات قليلة هتلاقينا اخترقنا المقاومتين دول وبنتجه لل 15 جنيه طيارات. بي انفست النهارده عملت 10%. قلنا امبارح اعلى بي انفست، الترند ده كويس ودي شمعة تأكيدية. اخترقت كل المقاومات كلها حرفيا، حتى عدت فوق ال 20 جنيه وعند 21 جنيه ورايحه لاهداف ابعد. يعني في اول الجلسه كانت عامله 6% صعود، يعني السعر فتح على 6% صعود وتداول عالي جدا. عالي. شوف الفوليوم، حجم التداول هنا تقريبا اكبر من كل الايام اللي فاتت. يعني ممكن يكون من اكبر احجام التداول في تاريخ وفوليوم شراء. طب ده معناه ايه؟ معناه انه لا، احنا مش هنكمل فتره. بيلتو المنظر ده في بيلتون كان يدل ان المقاومه دي صعبه. الاختراق النهارده ده ما نعتمدش عليه، هنستنى بكره نشوف اختراقه هيعمل ايه بكره. سيرة هتكمل ولا هتريح؟ غالبا هتكمل، بس اعتقد حجم التداول عليها ضعيفه ومش عارف ايه، فابعد عنها. ايديتا طول ما هي بين الخطين دول مالكش دعوه بيها، يا ترتكز لي هنا يا تطلع ترتكز فوق دي، غير كده لا. هيرمس خلاص بيعدل نفسه عشان يروح لهدف ال 20 جنيه. اي فاينانس النهارده 10%، بس احنا قلنا على اي فاينانس انه هيتنيه من هنا لهنا في المناطق العرضيه دي. بكره لو استقر فوق دي يبقى يقولوا انه لا تمام هكمل، لو ما استقرش يبقى خلاص. القبضه الكويتيه خدت من هنا دعم، بس لسه برضه لسه ما تطمن لهاش، نستنى بكره. سويدي 2% صعود النهارده. زي ما قلنا السويدي هيتني معرض من هنا لهنا. واحد هيجي يقول لي ايه هنا الهنا دي؟ ما تقول ارقام يا عم. اهو 26 681 و29 17، الخط الازرق اهو النمره جنبه. يعني انا لما بقول على الخط ده مثلا لما بعمل المؤشر ده
واجي على الخط ده اشاور عليه اقول من هنا، فانا اول لما ابعد الرقم على الخط هيبان لك، واقول من هنا اول لما ابعد الرقم على الخط هيبان لك يعني. طبعا في ناس زهقانه ان انا بمط في الوقت ان انا بتكلم في الحاجات دي، معلش والله يعني، انتوا ما بتعرفوش الكومنتات بيتقال فيها ايه. حديد عز المنظر ده يخوف اكتر، محدش يفرح ويقول لي يا ده النهارده عمل 4%، لا المنظر ده يخوف. بكره تاكيد اخترق الترند الاصفر كان بها، ما قدرش، لا عنده هبوط. سبيد ميديكال هيفضل برضو معرض من هنا لهنا، ما اعتقدش هيحصل له ضربات كبيره يعني. مصر الجديده اسكان نشوف الوضع طول ما هي تحت المنطقه الصفراء دي. طب فين اول المنطقه الصفراء؟ 11 170، واعلاها فين؟ 11 490، يعني 11 ونص مثلا. طول ما هو تحتهم مش امان، دخل جواها نبدا نبص عليه، ارتكز فوقها تمام وهيطلع. اما بالمنظر ده لا، انا بالنسبه لي لسه مش امان. غبور مكمل، يا سلام، اخترق هدف التمانية ونص، رايح لفين؟ نعمل لغبور مقاومات جديدة، نعمل له، تعالوا نعمل، هنعمل المقاومة بطريقتين المرة دي. بص يا سيدي، ده اخر ارتكاز ايجابي اهو، تعالى يا عم. خد بالك ان انا ساعات بحسبها بعيني، يعني انا ما كنتش بعملها، ده قول 7 جنيه، ده 8 ونص، فرق جنيه ونص، فتطلع تقول هيبقى عند مثلا ال10 جنيه، فاهمني؟ بعدين بقى نعملها بخطوط. تعالى نجيب خط اتجاه، اخر ارتكاز ايجابي، اخر نقطة مقاومة، تعالى هياها، تعالى من هنا تلاقيك واقف عند ال10 جنيه، 10 وحتة. الحتت دي ما تركزت فيها قوي يعني. الكام قرش دول ما بيفرقوش، ما بيفرقوش، ما تبقاش محنك يعني. هي اي نعم شبوع يابانية، بس انت ما تبقاش ياباني يعني، عادي يعني. يبقى انت عندك من هنا عند العشرة 149. طب نعملها بطريقة تانية، تعالوا نعملها بطريقة تانية. كان عندنا زمان مدرس يقول لك لما تحل المسألة بطريقتين المصحح يديك درجات اكتر، وكمان تبقى انت متأكد من حلك. فتعالوا نعمل بالطريقة تانية. عندك من هنا مقاومة، في مشكلة لان احنا عاملين خطوط كتير. عندك كمان مقاومة، تشد نفسك وتلاقي نفسك هنا كده، وتلاقي التقاطع تقريبا عند نفس النقطة. وعموما اديك عملت لنفسك مقاومة جديدة، نشيل ده دلوقتي. عادة بتبقى بيبقى الأوقع إن أنت لما تيجي تعمل قمم تاريخية جديدة، الأوقع الارتكازات القديمة مش الترند الصاعد، ده اللي بيبقى الأوقع. عايز أمسحها، تعالى كده بس. موبكو هجيب جهين، موبكو بالمنظر ده لا، هيهبط عند الترند الأصفر أولا. جهينة مكملة وعودة للترند الصاعد لهدفها ال17 ثم لهدفها الأبعد. طب ليه دي ما بتصححش يا ابني؟ هي كانت صعدت أصلا. اوراسكوم كونستراكشن المنظر ده مش امان، لسه مش امان، لان ده مقاومه وكمان ما قدرتش تقفل فوقها، دي قفلت عندها. معنى كده ايه؟ انا مش قادر اخترقها. طب هنستنى بكره، قدرت تخترقها تمام، ما قدرتش خلاص، انت مستنيها عند ال 177. اوراسكوم للتنميه واخد في وشه وطالع للترند البعيد ده اللي هو غالبا عند 15 جنيه 16 جنيه وقت ما يوصل يعني. بالم هيلز لسه بالم هيلز في خير عند ال3. طبعا انت لو ما جبتش من هنا ما تجيبش، اصل انت تيجي تقول لي من هنا اصل وردي صحح فيها عادي يعني، فانت لو ما جبتش من تحت ما نجيبهاش، يبقى هدفك واللي جاب يبقى هدفه هنا. القلعه واخده في وشها وطالعه، دي اعتقد قمتها التاريخيه، المفروض تبقى بايعه عندها، ونشوف هتعمل ايه عندها. سيدي كرير بعد الديل المشهود بتاعه، بس المنظر ده لا لسه مش امان برضه.
هنا كان نقطة عالية، هنا ما قدرش يوصلها اصلا، فلا لسه تريجر حرص من طلعت مصطفى والله ولا يهزني، يا يخترق دي ويرتكز، يا ينزل يرتكز لي على دي، ولا يهزني العبط اللي هو بيعمله ده ابدا. مصر الاتصالات توقعنا أو انا شخصيا توقعت مع هبوط السوق انها مش تصعد، لكنها عملت تريده كويس، ارتكاز تخبط في الترند، تمام، تريده كويسه جدا اللي دخلها. بس انا من الناس اللي ما بتحبش التريدات قوي، بحب الحاجات الهابره، احب الحاجه اللي اطلع منها ب 15 20%، الحاجات دي. النساجون هتفضل معرضه زي ما بنقول لحد ما المضارب يقرر، وتداول عليها ضعيف يعني. سهم انا دخلته مره زهقت اصلا، تعقدت يعني، يا عم انت لا بتنزل ولا بتطلع، يعني ليه الرخامه دي؟ كيما مع المنظر ده يبدو ان هو قابض ل 12 جنيه، مفيش اي مشاكل يعني في الموضوع ده. نغير ونجيب اسهم السبعيني. عربيه حليق اقطان، تاخد فيها ارتكازات من هنا، هنا ارتكاز، هنا هدف، هنا ارتكاز، هنا هدف، يعني معرضه، ما بتعملش حاجه جديده. اصول لسه مكمله، بس شوف يا اسطى الرسمه، ارتكاز، ديل، صعود ده يا جدعان، مش اي حد يعمل الحاجات دي والله. يلا ما علينا. اسك لسه بيهبط، اي اي اتش ماشي مكمل صعودات خفيفه. وريني اسك. على فكره ممكن يبقى من هنا عمل ارتكاز، تعال نبص، ممكن هننتظر بكره ونشوف لا بس في فوليوم عالي بيعي، فهننتظر بكره نشوف. اعتقد هينزل 36، اعتقد هينزل. القاهره دواجن، عندك الهدف ده لسه مش قادر توصل له مع الضعف يعني كانت ب5 بقت ب10 في كام جلسه، فطبيعي ضعف يبان عليها. القناه توكيلات رجعت للمثلث ده تاني، لو كسرته وارتكزت فوقه يبقى عندك هدف 40، 10% مضمونين في جيبك. شيني ما زال ينزف، عندك ننتظر بكره، احترم دي كنبه، ما احترمهاش يبقى لازم يحترم دي، ومنها للهدف اللي هو ال 14 2. سي اي كابيتال عملت نموذج راس كتف كسر خط العنق رايحه تمام، عمل نموذج حلو. وعندك الهدف فين؟ المفروض يبقى فيه هدف هنا، يعني انت المفروض تبقى بايع هنا، بس هي عملت نموذج يعني رسمة عظيمة يعني. مستشفى كيلوباترا، قلنا على مستشفى كيلوباترا انها من ساعة ما كسرت الترند الصاعد ده لفوق وعملت ارتكازاتها من هنا، فهي بقت ايجابية، ويوميا بتواصل الايجابية، والمفروض تبقى بايعة من هنا، لان دي المفروض مقاومة قوية، مقاومتها التاريخية كمان، المفروض تبقى بايعة من عندها. دلتا للسكر، يا رب يكون كلامي اتفهم في الدلتا للسكر، اللي كان كتب لي كده في الكومنتات، عيد كلامك وشوف انت فهمت ايه. الشمعة دي على فكرة برضو لسه ما اطمنش، اعتقد الدلتا للسكر لسه عنده نزول 72، ومنها تشتري يبقى عندك هدف 84، وبعدين مستهدفات لل100 هيوصل لها. دايس نزلت تحت ده، فانت عندك ال 870. واحد هيقول لي الله احنا مش عاملين هدف جنيه، مش عارف 0.26. طب ما راحتلوش ليه يا عم؟ انا مالي، هو انا مضارب؟ انما ده هدف لما نيجي نصعد هنوصل له يعني. انا حاطط الحاجات دي مستقبلا، يعني ما فيش سهم هيتنيه في مكانه، اما هيتنيه ينزل اما هيتنيه يصعد، فده هدف مستقبلا. انما واحد هيجي يقول لي طب انا اشتريت من هنا على كلامك، وانا قلت لك اشتري، ما قلتش اشتري، انا قلت بكسر الحته دي يبقى احنا عندنا الهدف ده. في ايه من هنا ننتظرها هنا ونشوف هتعمل ايه عند 870. ايبيكو الزخم في القطاع ده راح شويه ناحيه ابن سينا، بس ايبيكو بالشمعه دي شمعه كويسه، ننتظر منها الهدف عند ال 44 ونص. اطلس مش قادر يوصل 410 تاني. اسماعيليه للدواجن بتروح وترجع، يعني هتنيها كده برضه، هتنيها زي بقيت اخواتها لحد ما المضارب يحن عليها. نبدل الاكونتات واجي ناخد الشمس
قطاع الاسكان بيتعدل، يعني في دخلات جامده. اعتقد احنا منوهين على الكلام ده من كذا شهر، يعني اعتبرني ما نوهتش. الشمس لسه عندها دي، هي واخده ترند هابط. تعالوا نرسمه مع بعض. واحد هيجي يقول لي يعني هي صاعده ولا هابطه؟ عموما صاعده دلوقتي، هابطه. وفي ناس دماغها عملت ايرور. انا يعني الناس دماغها اللي هو يا لهوي ايه الكلام ده، انت بتقول ايه يا عم انت؟ انا مقدر الناس دي والله. يعني دلوقتي في اللحظه الحاليه هي مايله للهبوط. طب عموما هي صعبه يعني ايه؟ لا انت، لا ربنا يشفيك. اعمار مصر، اعمار مصر من ايام ما كان ب 3 جنيه، مش ب 3 يا ربي، كان ب 92 قرش، 2.99 قرش بالظبط، وانا بقول عليه ايجابي. بس هو قاعد ينزل يطلع ينزل يطلع ينزل يطلع من قبل حتى ما اعمل فورمه القوائم الجديده دي. كان هو معايا في القائمه القديمه وانا بقول عليه ايجابي، وفعلا النهارده بياكد الايجابيه وبيوصل ل4.5. هيكمل ولا مش هيكمل؟ بص، حجم التداولات وقوه القطاع، وبالذات الى ان هو من الاسهم ما خدتش حقها في الصوت، تدل ان هو هيكمل لحد فين. المستهدفات دي ما بنقولهاش لاي حد بقى. ابن سينا، انا مش هحلل ابن سينا هنا، بس تفتكروا ابن سينا. ليسيكو بعد صعود قوي امبارح تعتبر نقطة هدف، راجع تاني. طب ده راجع ليه؟ يعني ليه رجعت يا ليسيكو؟ لان دي تعتبر مقاومة، ما قدرش يكمل من بعدها. طب الرجوع ده برضه بيخرج اغلب الناس، عشان هو هيقلب وشه وهيكمل الاهداف ابعد. اعتقد مفيش حركات كبيرة. ام تي اي اي ده سهم كويس هيكمل معانا. وريني غاز مصر. غاز مصر حجم التداول عليه الى حد ما بيقل يوم عن التاني، لكن بيقل ليه؟ في انتظار الضربة الكبيرة، لان هو هيروح في جلسة واحدة هيروح فيها لهدفه الكبير. في حاجة في زهراء النهاردة عملت 6%. جميلة زهراء، متجهة لهدفنا اللي احنا محددينه اصلا. OIH اسكم الاتصالات يبدو انها عملت تصحيح فيبوناتشي. يعني انت لو حللت فني هتلاقوا الفيديوهات مدتها قليلة اليومين دول، لان يعتبر مفيش حاجة جديدة. لو حللت فني فهو دخل جوه منطقة جولدن زون ورد منها. يبقى عندك هدف الاول عند 521، ولما يوصل له يبقى فيه هدف ابعد. متبقي ابن سينا. لحظه هبدل الاكونتات. ابن سينا انا كنت بحلله من على الصفحه دي قبل كده، انا مش فاكر انا جبت فوري ولا لا، فبالمره نبص عليه بصه تانية. مش فاكر. فوري عمل 6%، يعني الحمد لله تقريبا انا ما جبتوش، لان مش فاكر اني قلت الكلام ده. عامل 6% بانتظار هدفه ده عند ال5.8، بانتظار اهداف ابعد وابعد وابعد لفوري الشهر ده. الشهر ده شهر فوري، شهر فوري، شهر فوري. ناخد ابن سينا. ابن سينا انا كنت دخلته لما المنظر ده حصل هنا، وقلت لهم ليه هدف عند 3 جنيه 40 قرش، حاجه زي كده، اللي هو مطرح ما الخط ده يخلص 3 جنيه 40 قرش. ايه بقى اللي حصل؟ هبط بينا. مش بس كده، ده طلع وهبط تاني وكسر وتاني، ينزل 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 ينزل. انا بعته عند جنيه 90 قرش. فين الجنيه 90 قرش؟ اعتقد هنا في المنطقه دي كده، او بعته عند ال2 جنيه حاجه زي كده. فانا بعته عند ال2 جنيه، تاني ينزل ينزل. المهم عمل المنظر ده، ومن هنا اشتريته ورحت جاي بايع هنا عند ال2 3. اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان في الاخر خالص كسر المنطقه دي وارتكز جواها، وتنى يطلع يطلع يطلع، وهدفه هيبقى هنا. واحد هاجي ينسحر بالارقام، اقول لك ده التحليل الفني، مع انه خسرني. يعني انا محلل النقطه دي من هنا متخيل من قد ايه؟ من 30 يوليو، يعني من شهر قول 1/8، من اول 8. شوف بقى كام سهم طلع، وكان ده الوحيد اللي بيهبط. وفي الاخر لفت الدنيا ودارت وعدى 5 شهور وقفلت في المطرح اللي انا كنت راسمه من الاول. ده التحليل الفني. التحليل الفني كده كده هيوريك الاتجاه، ووارد تخسر. يعني احنا دخلنا وخسرنا، انا والناس اللي معايا دخلنا فيه وخسرنا، وده كانت دي من الصفقات النادره اللي انا قلت لهم وقفوا خساره، هنقفل على كده. نادرا اصلا لما بقول وقفوا خساره. بس في الاخر ايه اللي حصل؟ السهم رجع وارتد وصعد للنقطه اللي كانت مرسومه القديمه اصلا، القديمه اساسا.
اللي عايز اقوله ايه ان كده كده اللي انت رسمه على التحليل الفني هيحصل، الفكره كلها في الصبر، بالذات لو انت محلل الفني صح. وبس، ولا هنا يكون انتهى الفيديو بتاعنا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.